اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا من خلقتنا من عدم وأوجدتنا من تراب، نسألك يا ربنا أن تشرح صدورنا وتنور قلوبنا وتفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اجعلنا ممن يتدبرون آياتك ويتفكرون في خلقك ويعرفونك حق المعرفة. في البدء لم يكن شيء سوى الله، لا أرض ولا سماء، لا شمس ولا قمر، لا ليل ولا نهار، لا زمن ولا مكان. كان الله وحده أزلي لا بداية له، باق لا نهاية له، ثم شاءت إرادته العليا أن يبدأ الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، فأول ما خلقه الله الماء، ماء لا نعلم كنهه ولا حجمه ولا حدوده. فوق هذا الماء خلق الله عرشه العظيم، وهو أعظم المخلوقات حجما، عرش تحمله الملائكة لا يحيط بصفته أحد. ثم خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال القلم: وما أكتب؟ قال الله: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن في لوح محفوظ لا يزيغ ولا يغيب عنه شيء. ثم خلق الله السماوات السبع طباقا، كل سماء لها أمرها، لها ملائكتها، لها نورها. وزين الله السماء الدنيا بمصابيح هي النجوم، وجعلها رجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. وخلق الله الملائكة من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وخلق الجن من نار السموم، وكان منهم إبليس الذي عبد الله دهورا قبل أن يعصي. ثم دحى الله الأرض ومهدها وبسطها، وجعل فيها الجبال والأنهار والبحار، وأنبت فيها من كل شيء، ثم جعلها قرارا للكائنات وأعدها لآخر مخلوق عظيم، الإنسان. قال الله للملائكة: إني خالق بشرا من طين. جمع الله تبارك وتعالى طينا من الأرض أسود وأحمر، لينا وخشنا، فسواه بيديه الكريمتين وتركه زمنا، ثم نفخ فيه من روحه فكان آدم بشرا حيا. قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرد من رحمة الله، وأعلن العداء بينه وبين آدم وذريته. وأسكن الله آدم الجنة، وخلق له من ضلعه زوجه حواء، وقال لهما: كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. فوسوس لهما الشيطان فأكلا منها، فبدت لهما سوءاتهما، فأهبطهم الله إلى الأرض ليبدأ الامتحان. وهكذا بدأت قصة الخلق، من الله إلى الماء، إلى العرش، إلى القلم، إلى السماوات، إلى الأرض، إلى آدم، إلى نحن. فمن نحن ومن خالقنا وما غايتنا في هذه الحياة؟ تلك أسئلة البداية وأسئلة المصير. اللهم يا خالق الخلق ومبدع الكون ومالك يوم الدين، اجعلنا ممن يعظمونك حق التعظيم ويعبدونك حق العبادة، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واجعل هذه المعرفة لنا نورا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.